اهلا بيكم في قناة اكلة وترويقة. من الوصفات الجميلة المحببة للكبار قبل الاطفال الاستريبس. النهاردة بقى هنعمله بطريقة جميلة جدا. ازاي بقى يبقى مقرمش كده وبيبقى فيه طبقة من جوه جميلة قوي وبتبقى محببة جدا للاطفال بيحبوها. هنعمله بطريقة حلوة قوي وسهلة وسريعة، وهنعمله تتبيلة هتخلي طعمه دوت في حتة تانية خالص. شوفوا معانا الفيديو للاخر وان شاء الله الوصفة هتعجبكم. لو انت اول مرة تتابعينا حط لنا اشتراك للقناة وحط لايك عشان يصلك كل جديد ان شاء الله. دوسي على زر الجرس. يلا نبدأ الوصفة كده على السريع. انا دلوقتي كده هبدأ احضر للتتبيلة. انا هجيب الكبة بتاعتي وهحط فيها بصلاية، واحط فيها حوالي 3 فصوص توم، واحط فيها ملح وفلفل اسود. انا كده نعمتهم في الكبة كويس قوي. وبعد كده بقى انا عندي صدور فراخ او ممكن بانيه، مش شرط يعني صدور. انا دوت كان بانيه ورحت مقطعاه كده زي صوابع رفيعة بس مش رفيعة قوي. وضفت عليه عصير ليمون. وهشيل التتبيله دي بقى في التلاجة بتاع ساعتين كده. هو يستحسن يعني ان انا اعملها من بالليل واسيبها في التلاجة، بيبقى بتدي طعم حلو قوي الصراحه. لما اكون بايته في التلاجة بتدي طعم جميل قوي. دلوقتي بقى انا بعمل الغلاف الخارجي بتاع الستريبس بتاعي. انا جبت كوبايتين زي وحطيت عليهم ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ، وهحط عليهم معلقه نشا. وبصراحة انا ممكن استغنى عن معلقة النشا ديت، يعني انا برضو ساعات ما بحطش عليه معلقة النشا وبيطلع مقرمش وجميل جدا. هحط عليهم بقى كوباية مية وهقلبها. انا عايزة السمك بتاعها، اهم خطوة دي بقى الصراحة. السمك بتاعها يكون تقيل ما يكونش خفيف، علشان يكون لي طبقة كده مقرمشة كده وتبقى جميلة. اهو بالسمك اللي انتوا شايفينه دوت، زي ايه سمك الكيكة كده بس تقيل يعني ماسك نفسه. هجيب بقى الستريبس بتاعي اللي انا متبلاه بقى من بالليل، وهحطه في التتبيله دي كده تاني، الخلطه اللي انا عملتها ديت. هقلبها بقى فيها وممكن احطها في التلاجة ساعتين تاني ولا حاجه، او ممكن استعملها على طول يعني مش مشكله. التتبيله دي بتدي طعم حلو جدا جدا للستريبس الصراحه. انا جربت قبل كده، حطيت على دي على طول التوم البودر والبصل البودر بدل ما حطه فريش، يعني جربته قبل كده. هو حلو الصراحه بس ما ادانيش النكهه او الطعم بتاع التوم الفريش والبصل الفريش. بصراحه لما عملتهم في الكبه ادوني الطعم اختلف خالص خالص بقى حاجه تانية. فبقيت اعملها بالطريقه دي على طول. بقيت اجيب البصل الفريش والثوم وانعمهم جامد في الكبه، واحطهم على تتبيله الدقيق على طول. جربوها بالطريقه ديت وهتفرق فعلا في الطعم جامد قوي. دلوقتي بقى انا جبت الستريبس بتاعي اللي كان في الخلطه بعد ما سبته ساعتين في التلاجة في الخلطه ديت، وهغلفه بالبقسماط. هو بصوا في ناس بتغلفه بالدقيق، بس بصراحة انا ما عجبنيش زي ما غلفته بالبقسماط. بيدي قرمشة كده وبيدي طبقة عالية وبيبقى جميل جدا. فهغلفه بقى بالشكل دوت ومش هضغط عليه. يعني انا هحطه في البقسماط كده ومش هضغط عليه. هخليه عامل طبقة كده من فوق مكرمشة. دلوقتي بقى انا هجيب الطاسة بتاعتي وهحط فيها زيت سخن. هسخنه كويس جدا وبعد كده هنزل بقى بالستريبس بتاعي على طول. فمش هياخد وقت معايا وهتلاقي لونه ابتدى يبقى ذهبي كده. مش هقلبه على الناحية التانية غير لما اتأكد ان هو خد اللون الذهبي من تحت. وبعد كده بقى هقلبه على الناحية ديت وهبتدي بقى اطلعه ويطلع معايا بالشكل الجميل دوت. هوريكي دلوقتي بقى الطبقة بتاعته عاملة ازاي، وهوريكي القرمشة. طالع بجد تحفة يعني. بصي في قرمشة كده حلوة قوي، مش مش ناشف، لا مقرمش كده وجميل قوي. انا هخلص الكمية بتاعتي كلها وهوريهولكوا دلوقتي. انت ممكن بقى تعملي جنبه بطاطس شيبسي بتبقى جميلة قوي معاه، وسلطة طحينة كده او سلطة بابا غنوج او سلطة خضراء بتبقى بجد وجبة حلوة قوي. بصوا بقى شكله عامل ازاي. انا هوريكم بقى الطبقة اللي جوه. عامل طبقة تحفة بجد حلوة جدا جدا. يعني انا ولادي بيحبوا الطبقة ديت اكتر من الفراخ ذات نفسها اللي جوه. بص عاملة ازاي بجد حلوة قوي ومقرمشة وجميلة جدا. طريقتها سهلة وما خدتش معايا وقت خالص خالص. بصوا الشكل عامل ازاي، والفراخ من جوه مستوية مظبوطة جدا الصراحة. انا عايزة اقول لكم ان الاضاءة كمان عندي مش ما كانتش مظبوطة، فاللون ما كانش باين قوي. لكن هو الصراحة لونه في الحقيقة
تحفة جدا جدا. ده صوت بنتي على فكرة. لو لسه مكملة الفيديو معايا لغاية دلوقتي ما تنسيش اللايك واشتراك للقناة. مع السلامة.